السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جيت لكم بفيديو جديد لزراعة الورد اللي هو الورد الأبيض يا جماعة، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنزرع إن شاء الله النهاردة مع بعضينا من العقلة يا جماعة، ولا تتعب نفسك وتروح تشتري شتلة من المشتل، ولا تتعب نفسك خالص. هعمل لك زرعة عندك نباتة من العقلة فقط لا غير، وبطريقة سهلة ومضمونة. بس كل اللي احنا هنحتاجه شجرة فرع من الشجرة اللي هي الأم نفسها. تمام يا جماعة، فاهميني؟ وبعد كده هنبدأ نجيب الفرع بتاعنا الحلو ده. كل اللي عليك ان احنا هنحتاجه اي حاجة انت هتزرع فيها يا جماعة، بس اهم حاجة اي قصيص انت هتزرع فيه، بس اهم حاجة يكون مخرم من تحت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، يكون مخرم من تحت علشان التصريف بتاع المية. طيب دي تاني حاجة احنا عاوزناها. وتالت حاجة انك هتجيب تربة تكون خفيفة علشان الانبات يكون سريع، عشان الانبات يكون سريع الى العقله يا جماعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه هذا يا جماعه. وكل اللي عليك ان انت تحط فيهم شويه تربه كده صغيرين بالشكل اللي حضراتكم فيه تربه يا جماعه جوه، شويه تربه كده صغيرين. تمام يا جماعه. وهنبدا نسيب فيها نحط فيها شويه ميه صغيرين بس كده، ونسيب عقبال ما التربه تشرب الميه، ونمسك الفرع بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده يا جماعه. ركزوا معانا. طبعا احنا فول الفرع من تحت، ما يلزمناش في حاجه. هنبدا اننا ايه، نقص يا جماعه كده يا جماعه، وتخليه مساوي يا جماعه. تمام. تاني حاجه اللي هو من فوق بقى تبدا تقص من هنا كده يا جماعه، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اصبح معانا الفرع ده كله يا جماعه ملوش اي لازمه كده يا جماعه. نزرع الورد الابيض يا جماعه كده. هتسيب دي يا جماعه ان هي دليل على الفرع نفسه. تمام يا جماعه، على العقله نفسها. وهنبدا اننا ايه يا جماعه، نقص مجوز، يعني ما نخليش عشان الندى يا جماعه. تمام. نبدا نقص مجوز كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لازم كده مجوز علشان الميه لو جت هنا ما تعفنش الجدر معانا. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ونبدا اننا ايه، نقصر الفرع بتاعنا كده يا جماعه. اصبحت معانا العقله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدا ان انا اعمل عقله تاني برضو عادي. تقدر تزرع عقلتين في القصيص الواحد. ركزوا معايا يا جماعه عشان اللي مفهمش من بدري يا جماعه يفهم. طبعا دي في اخر الفرع من فوق هنبدا نقص طبعا زي ما قلنا مجوز. تمام يا جماعه. بعد كده نبدا نقص من هنا كده يا جماعه، ونبدا ننضفها ونسيب زي ما قلنا يا جماعه دي دليل عليها. تاني حاجه التربه بتاعتنا شفطت الميه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تالت حاجه احنا هنعملها، هنجيب ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ونبدا نجيب العقله بتاعتنا يا جماعه، ونبدا ايه، نعقمها يا جماعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. نبدا نعقم العقله بتاعتنا كده، يعني مش تحقيم بحاجه، هي تعقيم بميه بس يا جماعه، لحد ما انك تحطها في التربه. ونبدا اننا نغرز يا جماعه، نغرز في التربه كده كده يا جماعه. تغرز على الاخر يا جماعه، يعني مش قوي. لو ما جبتش معاك الاخر القصيص تبدا ان انت ايه، تقصر في العقله كده يا جماعه. اهم حاجه بس ما تخليهاش تلمس الجدر من الاسفل كده يا جماعه. ونبدا نغرزها كده، ونجيب التانية برضو ونبدا نقصر منها كده شويه يا جماعه. ونبدا ان ايه، نغرزها برضو كده يا جماعه بنفس الطريقه اللي انت عملتها بديك كده. انت مبروك عليك، شتلتين معاك يا جماعه كده، اصبحوا معاك شتلتين. وبعد كده هنبدا ايه، اننا بس نرش عليهم بس رشه خفيفه كده علشان نحبس الهواء على الجدر بس فقط لا غير. طبعا زي ما قلنا التربه لازم أن تكون مكونه، يكون عليها تسميدات، حاجات كتير احنا نضيفها على التربه. طبعا ده كله انا جايله في قناه في فيديو تاني على القناه. ونبدا نرشه كده يا جماعه. تالت طريقة بقى، رابع طريقة بقى يا جماعة، ان احنا لازم نعملها، اننا هنغطيها كده يا جماعة، نغطيها كده ونسيبها يا جماعة كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه مدة 10 ايام. لازم تغطيها يا جماعة وتسيبها في مكان ظل او في مكان في البلكونة. ومبروك عليك شجرة من الورد الابيض. وفي اخر الفيديو طبعا صلى على النبي.